بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض رز مكسيكي، وهنعمل الفراخ بتتبيله جديده مع بعض. بس لاول مره يشوف القناه يعمل لايك ويعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اول حاجه هكون مجهزه الفراخ. هغسل الفراخ كويس جدا. انا الاول بنقعها في محلول نقع لمده ساعتين، بحط فيه ليمون، بحط فيه ملح، وهقطعها من النص زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبتدي دلوقتي ان انا اعمل التتبيله. اول حاجه هحطها في التتبيله هنحط الملح، وهحط فلفل، هحط نص معلقه من الفلفل، هحط رشه حبهان مطحون، ومعلقه بابريكا، المعيار كله بالمعالق الصغيره، ورشه كمون، رشه كمون، ونص معلقه صغيره من الكركم، ورشه قرفه، ومعلقه من البصل البودر، وربع معلقه من الثوم البودر، وبهارات فراخ نص معلقه. لو متوفر ال11 بهار لكنور اهو. انا بحط الكيس على مرتين، يعني ده نص كيس، هحط نص كيس. لو مش متوفر مش مشكله. بعد كده هنحتاج لمعلقه كبيره من المستردة، وتقريبا 3 معالق من الكاتشب، دول معالق كبار. وهنحط معلقه عسل صغيره. لو مش متوفر العسل هنحط معلقه سكر، و3 معالق من الزيت. هنقلب الخليط ده كويس مع بعض. وبعد كده هنجيب الفراخ وندهن الخليط ده كويس للفراخ ونعمل لها مساج بيه. لو الفرخه كبيره ممكن نشققها بالسكينه، بس انا عندي هنا الفراخ صغيره فمش هحتاج ان انا هشققها، هي التتبيله هتخش لها. نبتدي بايدينا كده نوزع فوق الجلد، وناخد برضو ده هننزل تحت الجلد برضو. الظهر الناحيه التانية. وهنسيب الفراخ لمده ساعتين في التتبيله، وبعد كده هندخلها الفرن على درجه حراره 220 علشان تستوي. خلاص كده الفرخه معانا اتبلت كويس. هنسيبها ونرجع لكم بعد ساعتين ان شاء الله. ورجعت لكم تاني بعد ساعتين. هكون مجهزه طبق فيه خضار، بصل مقطعه ترانشات وبصل مقطعه ترانشات. هيكون معايا صينيه حط عليها الشبكه بتاعه الشوي، احط عليها الشوايه دي زي ما انتم شايفين كده. لو مش متوفره نحط الفراخ على طول في الصينيه. هنبتدي نوزع البصل والفلفل. بعد كده هاخد الفراخ احطها على البصل والفلفل، واحط التانية. بعد كده هاخد الصوص اصبه عليها. وبعد كده هقفلها، هدخلها في الفرن على درجة حرارته 220 لحد ما يستوي. تقريبا هتاخد ساعة في الفرن. انا هدخلها على الوش ده في الفرن. قبل ما اطلعها هقلبها على الوش التاني علشان يتحمر. بعد ما دخلنا الفرخة في الفرن هنبتدي نجهز مع بعض الرز المكسيكي. هنحتاج لبسلة، ربع كيلو من البسلة مفصصاها ومعاها جزر وقرن فلفل. واحتاج لاتنين طماطم صغيرين، وبصلة صغيرة متقطعة، وفص من الثوم كبير. هيكون معايا طبق عشان احط فيه البهارات. هبتدي احط من البهارات الملح، ملح. الكمية دي انا هعملها ل2 كوباية من الرز. هحط معلقة صغيرة من البابريكا، واحط يعني حبة صغيرين جدا من الشطة. لو مش حابين بلاش، حبة صغيرين خالص على المعلقة شطة، ونص معلقة من الكركم. كده تكون البهارات بتاعتي جاهزة. اللي في الطبق هنا هجيب دورق الخلاط، وهحط فيه الطماطم اضربهم في الخلاط، احط معاهم ربع كوبايه ميه،
هضربهم وارجع لكم. ورجعت لكم بعد ما ضربته في الخلاط. هكون مجهزه بوله ومعاها مصفى. هبتدي ان انا اصفيه. وهاخد السائل اللي نزل واللي هيتبقى في المصفى مش هحتاجه في الاكله بتاعتي النهارده، بس هشيله في الفريزر مش هرميه. ممكن اتبل فيه بيه الفرخه يوم تاني. هنا بعد ما صفيت الطماطم ومعايا الخضار ومعايا البهارات، وهكون مجهزه كوبايتين من الرز البسمتي. كده تكون المقادير جاهزه. هنبتدي ان احنا نعمل الرز، بس قبل ما هعمل الرز هغسله. هكون مجهزه حله على البوتاجاز فيها ميكس ما بين سمنه وزيت، وبعدين هضيف البسله والجزر. هقلبهم لحد ما ياخدوا تشويحه معايا، وبعد كده اشيلهم وانزل بالرز. قلبتها تقريبا 5 دقايق على النار. هبتدي ان انا اشيلهم وهنزل بالرز. طبعا بعد ما غسلته زي ما قلت لكم. هنستمر في التقليب. رز الميه اللي فيه نشفت معايا، فهبتدي ان انا انزل بالبهارات واقلبها. هقلبه كويس علشان اوزع البهارات مع الرز. على فكره الوصفه دي ممكن تتعمل برز مصري، مش لازم رز بسمتي، تطلع برضو حلوه. اي وصفه معموله بالرز البسمتي تقدروا انكم تعملوها بالرز المصري، بيمشي. كنت بعمل انا كده قبل كده برضو وبيطلع طعمه حلو. خلاص الرز كده اتبهر كله. هنزل بالصوص معايا، هقلبه شويه. بعد كده هننزل بالخضار، نقلبه. ويكون معانا قرن الفلفل هننزل بيه بعد التقليب. الفلفل بيديله طعم حلو قوي، بيدي نكهه للرز مختلفه. بعد كده هكون مجهزه ميه مغليه هنزل بيها. دول كوبايتين من الرز، يبقى احط 4 كوبايات من الميه. ونقلبه كويس. هغطيه، واول ما يغلي هنقله على نار واطيه. بس في اضافه انا بحب اضيفها. بحب احط عود من القرفه، واحده لومي. هي مش موجوده في الوصفه الاساسيه، بس انا بحب لما اعمل رز البسمتي ان انا اضيفها، بتحلي الطعم اكتر. بعد ما ميه الرز غليت معايا سبته يغلي شويه كمان، وبعد كده نقلته على نار واطيه وتحت منها شياط لحد ما يستوي. كده خلاص اكلتنا تكون جاهزه على التقديم. الرز المكسيكي خلص والفراخ كمان اتشوت معانا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ولو حابين تزودوا الخضار في الرز المكسيكي اكتر، البسله والجزر، ممكن حسب الاختيار.